السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم الكشري. اتمنى ان الفيديو يعجبكم. لو عجبكم الفيديو ياريت متنسونوش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم. اول حاجة ببدأ بها في الكشري بعمل البصل الاول واجليه، وبعد كده باخد الزيت واستخدمه في بقية طلبات الكشري. طبعا انا بمسك البصل كده واعمله بمكنة الشيبس اسهل لي يعني. لو انت ما عندكيش مثلا مكن الشيبسي بتقطعيه رفنع خالص بالسكينة، وبعد كده بتجليه في زيت. بتكتري الزيت شوية عشان خاطر انت بتستخدمي الزيت ده في الصلصة، وبتستخدميه في الرز اللي هو بشعرية، وبتستخدميه في كل طلبات الكشري. طبعا انا كترت الزيت عشان خاطر هاخده، مش انا هستعمله، مش هسيبه ولا حاجه. وهنا بقى اللي هي التخديعه بتاعه الكشري. قشرت حطيت برضو شويه من الزيت اللي هو اللي انا جاليه فيهم البصل، وبعد كده حطيت شويه توم. كنت مخرطاهم كده، يجي 5 6 فصوص توم كبار كده. وبعد كده نزلت بقى بالتغذية عليهم بعد ما احمروا. وهنزل بقى بالتوابل اللي انت تحبيها، التوابل اللي موجودة في بيتك حطيها. حطيت هنا كزبرة ناشفة وكمون وفلفل اسمر ورشة قرفة، وحطيت معلقة صغيرة سكر والملح وشوية توابل كده عشان تطعم لي التغذية دي وتخليها حلوة على الصلصة معاك. بس هنا خلاص كده قلبتها واغطيها واسيبها على نار واطية خالص. طبعا انا وديتها على النار الواطية اللي هناك دي مع نفسها، لان طبعا لسه هتعملي الرز بشعرية ولسه هيستوي وهيغيب معاك. اجيب بقى حلة تانية على نار تكون كبيرة كده، وبعد كده احط فيها بقية الزيت اللي انا كنت جالية به البصل. وهنزل بقى بنص كيس شعرية، طبعا حسب الكمية اللي عندي، حسب عدد أسرتي. انت بتعملي حسب عدد أسرتك. طبعا انا بعمل كمية كبيرة لان احنا بيت عيلة. هنا بقى حطيت يعني كيس الا ربع من الشعرية وحمره حلو. بصراحة ما كانش عندي انواع مكرونة ياما، فاللي كان عندي مشيت بالغرض يعني. بس هنا خلاص هحمر الشعرية لحد ما تاخد لون. بس هنا خلاص كده كانت خدت لون. وطبعا العدس بتبقى نقعاه من الصبح، يا اما لو انت ناوية تبقى تنقعيه من بالليل. طبعا هنا بمسكه الاول بغسله الاول وانضفه، وبعد كده بتنقعيه، وبعد كده بتشطفيه كمان مرة وتصفيه بقى في مصفى كده. هنزل بقى بالعدس ده على الشعرية اللي انا حمرتها، هديها برضو تشويحة كده مع الشعرية. وهنزل برضو بالرز اللي انا غسلاه. هنزل بقى بالرز كده واقلبه برضو واديله تشويحة كده. وطبعا برضو حمص الشام بتنجيه برضو لو في اي حاجة، وبتشطفيه كده وبتنقعيه برضو من بالله. تعلق عليه ما بياخدش معاك وقت ولا حاجة. بس كده اقلب بقى الشعرية والرز والعدس، وطبعا اشوحه كده شوية حلوين كده عشان الرز يعني والشعرية والحاجات دي كلها ما تلزقش ببعضها. وبعد كده هحط الملح وهحط شوية فلفل اسمر. لو انت عايزة تحط مكعب مرق الدجاج براحتك. بس انا بستكفي بكده يعني بيبقى طعمه حلو. بس هقلبه برضو تقليبه، وبعد كده هحط المكرونة على الوش. وهحط المي، مفيش اكتر من كده، حاجة كده سهلة وسريعة. طبعا انا ما عملتش حمص الشام لان عندنا ما بيحبوه. كنت بعمله يعني قدامكم عشان بس الكاميرا، وبصراحة كنت برجح انا اشيله، فقلت بلاش خالص ان انا اعمله. هنا بقى هحط المكرونه، طبعا المكرونه اللي انت تحبيها يعني. وبعد كده هحط الميه، وطبعا ما بتقلبيش المكرونه لتحت ولا حاجه، بتسيبها كده يا دوبك، بس بتنزليها كده وتظبطيها كده عشان بس الميه تطولها بحالها. بس كده. وطبعا انت حاطه الملح وحاطه توابلك وكل حاجه، بتغطي عليها بقى طبعا على نار عاليه لحد ما تشرب الميه، وبعد كده ايه بتوطي يتلدن. بس هنا خلاص كنت خلصته. وطبعا لو انت مستعجله ولا حاجه بتقومي جايبه كيس كده، وحاطه الكيس حاطه الغطا وعليه الكيس، وبتحطيه على الوش كده فتكتمي البخار فيستوي معاك الحاجه على طول. ما تخافيش، ما بيعجنش ولا بيحصل اي حاجه. لو انت مثلا مستعجله عايزه تخلصي الرز بسرعه، عايزه تخلصي مثلا اي حاجه تخلصيها بسرعه، طبعا بتعملي الحركه دي. جربها ان شاء الله هتعجبك وهتدعيلي كمان.
هنا خلاص بقى هعمل الشطة. انا هنا حطيت شوية زيت، وطبعا اديت تشويحة بس صغيرة كده للشطة، وبعد كده نزلت بكبشة صلصة من اللي انا عاملاها. بس هي دي الشطة. طبعا عايزة تعملي بقى اللي هي المية بليمون، اللي هي بتبقى عبارة عن توم بتشوحيه كده، او بتحطي نية عادي، ونص كوباية خل، ونص كوباية ليمون. طبعا بتقدمها برضو معاهم، بس بصراحة ما انا ما عملتهاش. بس هنا خلاص هقدم بقى الغدا. وبصراحة ما عملتش حمص الشام لان عندنا ما بيحبوه. انا كنت عاملاه معاكم مرة قبل كده على القناة، بس بصراحة بعد ما بخلص ما بخلص يعني الفيديو بقوم منجيه تاني وشايلة، لان عندنا مش بيحبوه. بس كده. وطبعا بتفرط على قد يعني الأسرة اللي عندي. وده كان غدانا النهاردة. بعد الغدا واتغدينا الحمد لله، وخلصت المطبخ وشطبت كل حاجة. كان هنا عندي اللي هو جيلي كريم ده. هعمل برضو 2 كده تحلية كده آخر الليل يعني. طبعا هو سهل خالص. في ناس مثلا بتحط له شويه الميه وتكون مبوشه وخلاص، بس انا بحب احط له كده كوبايتين ميه الاول، زي ما هو مكتوب على العلبه يعني، ما فيهوش اي افتكاسه ولا اي حاجه. طبعا حطيت هنا 3 كوبايات ميه. بصراحه انا زودت كوبايه. وهيبقى متمسك وحلو برضو معاك. 3 كوبايات ميه، وهحط نص كوبايه سكر، بس مش عارفه هي ما جتش ليه. لان طبعا انا حطيت كوبايه ميه زياده، فهحط 3 معالق سكر. انا اسفه، انا بقول لكم 3 كوبايات، انا 3 معالق سكر كبار. بس هدوب بقى الحاجات دي كلها، يا دوبك تدوبيها بس كده، وتنزلي عليهم بكوبايتين ميه ساقعه. هدوب بس الحاجه دي كده وخلاص، وبعد كده هصبها في الاطباق اللي انت هتحطي فيها يعني. هنا بصراحه كان عندي موز، فقطعت كده موز كده في الكوبايه، واصب عليهم على طول، بيديكي منظر وشكل حلو برضه. لو ما عندكيش خلاص عادي، براحتك. حاجة كده سهلة وسريعة للأطفال. طبعا انتوا عارفين الأطفال بيبقوا محتاجين أي حاجة حلوة طبعا، فدي حاجة سهلة كده وسريعة. بس هنا خلاص طبعا بتحطيه في التلاجة. طبعا هو بيغيب على ما بيتمسك ويبقى معاك عامل زي الجل. بس هنا هعمل الكمية أنا كلها بقى الواحدة عشان ما أكترش عليكم. وهنا طبعا بعد ما خلصته هحطه برضو في التلاجة. وهنا طبعا خلاص بعد ما خلص، وكان تاني يوم بقى هجلبه معاكم برضو عشان اعرفكم قد ايه متماسك وحلو معاي. طبعا لازم بتسلكيه كده بالسكينة عشان خاطر ينزل معاكي بكل سهولة. بس كده. وده شكله طبعا. بس هنا خلاص. وده كان فيديو النهارده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ياريت ما تنسونوش بالله عليكم باللايك والاشتراك، وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلك. طبعا هو كريم، هو جيلي زي ما انتم شايفينه خالص قدامكم اهو. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.